كنت عايز أسأل حضرتك سؤال كده عن انت لا ديني ملحد ام ربوبي؟ انت لا ديني ملحد ام ربوبي؟ لا أدري. لا تدري. آه. لا تدري ماذا؟ آه يعني ده اسم المعتقد أو اسم المعتقد الفكري المعتقد الفكري اسمه لا أدري، أجنوستيك ايوه، بالإنجليزي. انا عارف انه هو اجنوستيك. لا ادري، لا تدري ماذا؟ لا أدري عن الإله، هل هو موجود أم غير موجود. يعني لا تدري ان لهذا الكون خالقا ام لا؟ ما عنديش مشكلة، لأن ممكن يكون خالق، في خالق للكون يعني. لا مش أنا ممكن. هل على انت يعني لا تدري يعني ممكن فيه وممكن لا انه يكون في ممكن فيه خالق لهذا وممكن الكون؟ ممكن فيه وممكن لا، بس أنا يعني ناحية شخصية أنا أؤمن في خالق، يعني مهم. لأنه صعب جدا يكون طيب، الكون اتعمل بدون خالق. لحظة لحظة. مشكور يا أخ نور، جزاك الله خيرا، فتح الله عليك. ركز معي جيدا بس. اتفضل. أنت قلت إنك أنت لا تدري هل لهذا الكون خالقا أم لا، صح؟ قلت هذا ولا ما قلت؟ نعم. طيب، تصدق إني أنا زيك بس في نقطة ثانية اللي هي الإهرامات. لا أدري هل للإهرامات صانعا أم لا. ممكن تقنعني أن للإهرامات صانع؟ في مخطوطات وفي آه، نصوص في الأهرامات بتقول إن ليها صانع. يعني أنت اعتمدت على شيء مكتوب أن الإهرامات لها صانع، اعتمدت على مكتوب. تمام. اعتمدت على مكتوب، صح؟ أيوه. حلو، جميل. السؤال لك الآن، القرآن كذلك مكتوب فيه أن الله خالق الكون. خلاص، زي ما صدقت بالمكتوب أن الإهرامات لها صانع، كذلك القرآن كذلك. أنا أسكت قليلا حتى يعني تنتهي الأهداف. كذلك القرآن المكتوب مكتوب فيه أن الله خالق الكون. صدق كما صدقت أن الإهرامات مكتوب أن لها صانع، مع العلم أن القرآن الكريم أصح سندا تاريخيا من المخطوطات التي تزعمها في الإهرامات هذه. أصح سندا تاريخيا. يلا تفضل، صدق، آمن. طب ما هو التوراة بتقول إن في خالق للكون، ليه ما صدقش أنا التوراة؟ عارف. أيوة، ما أنا عارف. أنت وضعت قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أن الإهرامات لها صانع لأن مكتوب في المخطوطات أن لها صانع. إذا أنت بتعتمد على المكتوب، صح ولا مش صح؟ أنت بتعتمد على المكتوب، فخلاص هيا بنا لنعتمد على المكتوب. تمام، هيا بنا لنعتمد على المكتوب. وأتينا في عندك التوراة والإنجيل والقرآن، الثلاثة بيقولوا أن القرآن آه القرآن أو عفوا يقولوا الله خالق. يلا خلينا نحضر هذا بس. طب تمام، وأنا مين اللي ضمن لي إن القرآن من عند الله؟ أنا أو حضمنت، أنا عندي التوراة الأدلة، بس أنت أو إيه أي كتاب يعني. اصبر معلش، اصبر شوي. أنا عندي الأدلة على ذلك، بس يلا اضمني أنت كمان إن المخطوطات اللي قالت إن الإهرامات مصنوعة إن هي مخطوطات صحيحة. يلا اثبت لي. ممكن ما تكونش صحيحة، إيه المشكلة يعني؟ خلاص، ممكن ما تكونش صحيحة. إيه اللي يثبت إن الإهرامات لها صانع؟ مفيش. ما فيش، يعني الإهرامات جاءت صدفة. ربما. ربما الإهرامات جاءت صدفة. أو ربما يكون اللي صنعها اللي مكتوب في سؤالي واضح. هل في إمكانية أن الإهرامات جاءت صدفة؟ لا، مفيش. ليه؟ لأنه مش ممكن يكون الحجارة اترصت كده بهذا الشكل صدفة. مش ممكن إن الحجارة تتكون هكذا بالصدفة. بس ممكن سماء وأرض وشمس وقمر وكواكب وسماء وأرض كل هذا ممكن يتكون صدفة. بس حجر يتكون صدفة مش ممكن يا جماعة. هل رأيتم العقلانية الإلحادية؟ رأيتم معلش يا شيخ، ممكن بس نقطة صغيرة. الأهرامات عمرها صغيرة. الأهرامات عمرها كام سنة؟ ما يهمنيش أنا كم عمرها، ما يهمنيش أنا كم عمرها، أنا بحاجك فيها
أنا أحاججك فيها بمسألة معينة، وهي أن الكون له خالق أم لا. ما يهمنيش أنا آلاف السنين، ليس مهمة بالنسبة لي، ما تاخذناش لنقطة ليست مهمة. ايوه. تمام. مقارنة بعمر الكون عمره بيقدر بحوالي 13.8 مليار سنة. طيب ما علاقة هذا بهذا؟ ممكن يكون نحن الم- نتكلم عن موضوع كيف لماذا قلت أن الإهرامات ليس لها أن الإهرامات لا يمكن أن يكون ليس لها صانع. لماذا؟ لماذا جزمت أن الإهرامات لابد أن يكون لها صانع؟ لماذا؟ لماذا؟ آم، ما انا في بداية حديثنا مع بعض، انا قلت انا يعني ميال انه الكون يكون ليه صانع. ما ماشي، قلتش بس ان انا أنت قلت في تمام. الإهرامات، في الإهرامات ما قلتش أنا ممكن أو ميال، أنت جزمت أن لا يمكن الإهرامات أن تكون صدفة. لماذا؟ لانه ما فيش يعني في أدلة تاريخية وأركيولوجية بتقول إن الأهرامات حد بناها. تناقشنا في هذا الموضوع قبل قليل، وقلت لك أثبت لي هذه الأدلة التاريخية، قلت لي ممكن ما تكونش صحيحة، فأعطنا دليلا آخر أن لا يمكن الإهرامات أن تكون صدفة. أعطني دليل منطقي عقلي، خليني من التاريخي على جنب، أريد دليلا منطقيا عقليا. مفيش مفيش ما دليل فيش. تاني. مفيش. لماذا جزمت إذا أن الإهرامات لها صانع؟ أنا لم أجزم، لكن يعني يعني في إمكانية أن الإهرامات تكون صدفة؟ لا، ما أعتقدش. خلاص، معناته أنت جزمت هكذا. ماشي، يعني أنا متفق معاك في النقطة دي. جميل، تمام. أنت جزمت أن الإهرامات لها صانع. لماذا جزمت أن الإهرامات لها صانع ولم تجزم أن الكون له صانع؟ مع أن الأعظم هو الكون بالاتفاق. أم تختلف معي في ذلك؟ الكون أعظم من الإهرامات، صح؟ الكون أعظم من الأهرامات، لكن م. ال... الكون لو بصيت له بنظرة يعني عميقة شوية، هتلاقيه أيوه. كون عشوائي، مش كون، مش زي هتلا... ما فيهوش نظام. هتلاقيه إيه؟ ما سمعتش، هتلاقيه كون ماذا؟ عشوائي، في عشوائية. مش عشوائي. منظم. بالظبط، عشوائي. لا لا، كلامك مخالف حتى لكبار علماء الملحدين الذين اعترفوا بأن الكون منضبط ضبطا دقيقا، منهم ستيفن هوكينج. لو تعرف ستيفن هوكينج، أقر أن الكون منضبط انضباطا دقيقا، حتى معروف الحجة المعروفة التي يعني تستخدم في الحوارات، اللي هي حجية الضبط الدقيق للكون. حجية الضبط الدقيق للكون اعترف بذلك الملحدون قبل حتى المؤمنين بوجود الإله. الضبط الدقيق للكون. موضوع إذا كلامك، مع احترامي لك، كلامك ليس صحيحا علميا على الإطلاق. ما موضوع فيش الضبط دليل الدقيق. علمي أن لو كان الكون هذا عشوائي يا محاور، لو كان هذا الكون عشوائي لما كنت تعيش فيه الآن بأريحية. احنا بنعيش في لحظة صغيرة من عمر الكون. عمر الكون طويل جدا. لو كان هذا الكون، معلش، لو كان هذا الكون عشوائيا، لماذا لا تنطبق السماء على الأرض؟ مفيش حاجة اسمها سماء أصلا، هتنطبق ازاي؟ مفيش يا حاجة. هي سلام. فين السماء؟ والذي والذي أعلانا ماذا تسمى؟ مفيش حاجة أعلانا، احنا مجرد كوكب صغير في وسط كون واسع جدا، مليان بالمجرات والكواكب والنجوم. هذه السحب ماذا تسمى؟ السحب ده في الغلاف الجوي، يعني السحب هتقع على الأرض، هي اللي هتقع على الأرض يعني. غلاف الجو. هتقع ازاي؟ طيب، يعني في فاصل بين الكوكب الأرض وباقي الكواكب أم لا يوجد فاصل؟ مفيش فاصل، ده مجرد غلاف جوي محيط بالأرض، مش فاصل يا بينه. سلام، ما فيش فاصل. لا، مفيش فاصل. طيب، ما الذي يمنع أن يختلط كوكب الأرض على كوكب آخر؟ الايه؟ ما الذي يمنع أن تختلط الكواكب ببعضها وتدخل في بعضها؟ ما الذي يمنع؟ ما هو ساعات بيحصل في كواكب بتصطدم ببعضيها، في مذنبات بتصطدم بالارض، في في أيوه. مذنب، اكتر من هذه مش مذنب كواكب. بيصطدموا بالارض.
هذه ليست كواكب يا متصل، هذه ليست كواكب. لو دي كوكب ليست صدم كواكب، بالارض ايوه، مكان مكان. اسمعني لكن بس، اسمعني. لو ثواني. طب في كوكب، اسمعني يا رجل، لا حول ولا قوة الا بالله. لو هنالك كوكب صدم بالارض كانت دمرت الارض، لان الكواكب الاخرى اعظم حجما حتى من الارض، فاذا تصادمت مع الارض خلاص دمرت الارض. هذه ما اسمهاش كواكب. تمام، ممكن تسمى حتى شرعا او من الناحية القرآنية شهب. فهمت؟ على كل حال، ما هو سؤالك الذي كنت تريد أن تطرحه في البداية؟ تحمسنا له حتى ما نعطل الوقت يعني. انا مضطر امشي دلوقتي. يعني انا كنت هسأل السؤال في الاول، كان قدامي بس مم. حوالي 7 دقايق، ممكن اجي